هاي صباح الخير. انا عايزه بس اقول لكم على حاجه مهمه. اي حد بينقدني او اي حد بيقول عني اي حاجه غير لائقه، انا هقاضيه. يلا بقى نعيش مع بعض شويه. واي جريده او اي موقع او اي صحفي ما يتحرش الدقه في الكلام اللي بيكتبه عن منى فاروق، انا هقاضيه. يعني هقاضي الجريده او الموقع، وهقاضي الصحفي اللي كتب واللي سمح له يكتب. لان احنا في بلد بتحترم الناس، احنا في مصر ام الدنيا. تمام. فبدون انفعال خالص، وهذا للنشر، يعني انشروا الفيديو ده، انشروا الستوري دي. اي حد مش يحترمني، يعني يبقى في احترام متبادل ويكتب اي حاجه وابواب جهنم. ومين انت؟ مين انت عشان تحكم عليا انا داخله جهنم ولا لا؟ يعني تجلدني وانا عايشه؟ يعني انت بقيت ربنا؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا هقاضي كل انسان بيتكلم في حقي، لان انا مش هسكت لحد. والناس تقول لك كانت بتطلع تعيط ودلوقتي عايشه، وانت مالك برضو؟ دي حياتي انا. ده يعني اللي بيشتغل على توك توك، اوكي، عندي ارجل من اللي بيكتب في كلام في عرض ست. لان انت بتكتب علشان تزود الفانز وتزود العدد اللايكات ويجي لك فلوس من السوشيال ميديا، لكن بتتكلم في الاخر في عرض ولية. هتروح فين من ربنا؟ احترموا نفسكم، شوفوا شغلانه تانية. يعني سيبوا الشغلانه دي للستات، اللت والعجن ده للستات. شوف شغلانه تانية تليق بيك كراجل، يا راجل.